انا عايزك يا اسطى تغمض عينك، تمام، وتقول لي لما بتيجي في بالك سيره فلوس او بتاع، ايه اللي بيجي في بالك يا اسطى بجد؟ يعني انت هل بيجي في بالك مثلا حياه، انا هنسميها حياه دبي، أنا ما اعرفش بجد اسمها ايه، بس هنقول ان هي اسمها حياه دبي. اللي هو انت تصحى من النوم تلاقي نفسك انك انت في بنات حواليك وبتاع، وفي في ثلاث بنات على يمينك، ثلاث بنات على شمالك، وتلاقي انك انت عربيات بقى غاليه ومش عارف ايه، وساعات غاليه وبتروح وبتيجي وبتاع وحاجات زي كده. وان الشهاده دي تحطها لما مؤاخذة تلف وتحطها في نفسك، وان انت الشهاده دي ملهاش لازمه، وان الناس بتحترمك بس لو انت معاك فلوس، مش خاطر شهادتك، او انت المسمى بتاعك مش مهم، او انك انت مثلا تاخد تعليم عالي او حاجه زي كده مش مهم، وهو وظيفته بس جاست انك انت تلاقي نفسك انك انت اسمك بس مجرد لقب، ولا اي حاجه، يعني انك انت هيتقال لك يا فلان حاف، او يا مش عارف ايه او بتاع. لكن انت لو انت معاك فلوس هتلاقي انك انت الناس بتقول لك يا باشا، مش عارف ايه بتاع. فالشهاده الجامعيه ملهاش اي لازمه، انا هنا قاعد بضيع وقتي وبتاع. الناس اللي حواليا ما بيفهموش اي حاجه، الناس حواليا شويه بهايم وبتاع. دي حاجه الماتريكس عاملاها علشان خاطر يتحكموا ويخلوا الناس كلها تشتغل موظفين، وجودة موظفين عاديين جدا. آه، وان في رؤوس كبيره هي اللي متحكمه في الحاجات دي كلها، فانا مش هروح اشتغل وظيفه، انا هروح ابقى فريلانسر. يعني مش عارف، ما هي يعني حاسس ان الفريلانسر ده وظيفه، بس انت بتاخد فلوس على قد شغلك، على قد المجهود اللي انت بتحطه. فهمت اللي بتكلم في ايه؟ فمش هشتغل عند حد، بس انا هشتغل فريلانسر لو اصلا عند حد برضه. فهمت اللي بتكلم في ايه؟ ف تقعد بقى يعني حاسس ان انت سواق، يعني انت زيك سواق اوبر، ما هو سواق اوبر برضو حر على فكره، بيروح ويجي بتاع. انا بقول الكلام ده يا جدعان، واغلبنا فريلانسرز على فكره، يعني ما تحسش ان انا شغال وظيفه وبتاع، انتوا اكيد عارفيني، انا اكيد مش اول مره تتفرجوا عليا، تمام. فانا نفس القصه، شغال برضو فريلانس، اعتبر فريلانس، شغال عمل حر، بس انا عندي بيزنس اكتر يعني، تمام. ف نتكلم بقى في الحاجه دي كلها، ان العالم دول كلهم شويه اغبياء، شويه بهايم، شويه قطيع، ما بيفهموش اي حاجه وبتاع. واقعد ابص على الناس دي اقول 9 to 5 9 to 5 9 to 5 9 to 5، ان الراجل ده شغال من 8 مثلا ل 4، من 8 ل 4، من 8 ل 4. اقعد اضحك عليهم، والناس دي اغبياء ومش فاهمه حاجه، وان انا قاعد في مجتمع غبي، إيه المجتمع البهيم ده، ومش عارف ايه، وكتفهم العالم دوه، ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. ف سيبك من العالم، انا بنتكلم عن المجتمع دلوقتي، تمام. كده انت كنت بتقعد تشتم المجتمع، المجتمع ده غبي، المجتمع ده بهيم وبتاع. طب هو انا مش فاهم، طب انت ايه؟ يعني انت، ما هو انت جزء من المجتمع، تمام، بس ده توبك تاني. بس انت ستيل برضه انت جزء من المجتمع يا اسطى، انت برضه جزء من المجتمع اللي حواليك اللي انت بتشتم فيه. ابوك جزء من المجتمع، امك جزء من المجتمع اللي انت بتشتم فيه. فلما اقول مثلا آه، كتفهم من المجتمع ده، طب ما هو انت جزء يا اسطى من المجتمع. ايه ده ولا احنا بنقول اي حاجه، ولا احنا بنقول اي كلام واحنا مش فاهمين احنا بنتكلم في ايه وبتاع. سيبك بقى من التوبكس دي كلها، تمام. انا جاي اكلمك في حته الفلوس. فلما بيجي في بالك مسمى حته فلوس وبتاع، من فيديوهات اندرو تيت، تلاقي نفسك انك انت في حد كيك بوكسر او ايا ما كان، سيبك من كيك بوكسر وبتاع، هو معاه عربيات كتير فشخ، ومعاه بنات كتير فشخ، ومعاه. فبدأ يظهر شوية ناس هنسميهم، معرفش ممكن نسميهم ايه، بس اللي هم يعني اشباه الاندروتيت، تمام. يقعد يظهر له كل شويه فيل بقى، وتلاقي ان هو بقى حواليه بنات كتير فشخ ومش عارف ايه، بقى في جيل بقى يا اسطى، بقى في جيل كبير قوي ما بيفكرش في اي حاجه غير ان هو ده الحلم اللي هو ليه علاقه بحياه دبي. عارف انت حياه دبي المصطلح ده؟ لو انت هتبقى تصحى من النوم تلاقي انت في بنات حواليك وبتاع، الحاجات دي كلها يعني، تمام. حياه دبي. بس هو عنده رهاب اجتماعي يا اسطى. هو عنده رهاب اجتماعي، ما بيعرفش يتعامل مع البشر، ما بيعرفش يتصرف. لو هو مثلا في مثلا العربيه بتاعتهم عطلت، او الموتوسيكل بتاعه عطل، او اي مكان، ما يعرفش يحل مشاكل بسيطه في البيت. لو حاجه مثلا باظت او اي مكان، ما بيعرفش يعمل حاجات كتير قوي تدل على الرجوله بتاعته. ما بيعرفش اصلا يتخانق، ما بيعرفش مثلا يفايت لو اتحط مثلا في مشكله او اي مكان. جسمه عادي. فالحاجات دي كلها مش شجاع، ما اتعاملش، معلش مثلا معارف كويسه، ما عندوش حياه اجتماعيه،
حتى المعارف اللي هو بنيهم بسبب ان هو المحفظه بتاعتهم، يعني هو خارج ما بيعرفش يتعامل، بس هو المحفظه هو مثلا يقعد يدفع في القعده دي كلها، انا هدفع للناس دي كلها، فانا كده خدت بقى ريسبكت وبتاع. لما اروح اتقدم لواحده، هو هيفرق معاهم في ايه يا جدعان؟ ولا هيفرق معاهم بجد في فلوس بجد؟ صح؟ بس يعني مش لازم يكون معايا فعلا شهاده. الشهاده تعمل في ايه بجد؟ ايه وظيفه الشهاده؟ ايه وظيفه الشهاده؟ انا معايا شهاده دلوقتي، هيعملوا لي بيها ايه يعني؟ ايه الفكره اصلا من الشهاده العليا وبتاع؟ طب انا معلش، طب انا اقعد لغايه في ثانوي وخلاص، وابدا اشتغل بقى فريلانسر واي مكان وبتاع، ولما اكون قاعد في قاعده الناس تتعامل معايا ان انا مجرد فلوس، ان انا مجرد باكج، مجرد رزمه فلوس قاعده معايا بس. بس الناس ولا تحترمك، ولا شايفك انك انت معاك شهاده كويسه او اي مكان. مفيش حد يحترمك. يحترمك ليه؟ انت بالنسبه له شويه فلوس. عامل بالظبط، وانا اسف على المصطلح اللي انا هتكلم فيه ده، وانا والله ما اقصدش بيه اي حد خالص. عارف انت لما تكون في ناس معينه في مناطق معينه مثلا في الريف او في اي مكان، ممكن تلاقي ناس على فكره معاها فلوس كتير فشخ، بجد شغالين وظيفه مثلا في التجاره او اي مكان، وربنا كرمهم معاهم فلوس كتير قوي، بس تيجي مثلا تبص للدكتور عندهم، الدكتور بيقدسوه، بيقدسوا الدكتور رغم ان هم بيعملوا فلوس اكتر منه، بس هم فعلا بيقدسوا مكانة الدكتور نفسه، ان هو دكتور، وان هو مهندس، او ان هو محامي، او ان هو ضابط، او ان هو اي مكان. تمام؟ فهم بيقدسوا الناس دي ليه؟ عشان ده الواقع يا اسطى. انت لو انت قاعد في مكان وانت ما معكش شهادة، الناس مش هتحترمك، مش تاخد منك رأي. ابسط حاجة حد هيقول لك انت مؤهلك ايه، او انت تعليمك ايه عشان تتكلم. انت ممكن تكون بتتكلم في الكورة يا اسطى، في الكورة، شوف حاجة عبيطة فشخ، يقول لك انت مؤهلك ايه عشان تتكلم؟ انت مؤهلك ايه؟ بس يا مهاب يعني مش عارف ايه، العالم ده مجتمع، عشان ده مجتمع غبي وده مجتمع بهيم وبتاع. فانت اصلا لسه ما بتعرفش تتعامل مع المجتمع ده، انت اصلا ما بتعرفش تتعامل مع المجتمع، وبعدين اصلا بتشتم من المجتمع ليه يا اسطى؟ طب ما انت ابوك من المجتمع، ووالدتك من المجتمع، صح؟ واختك من المجتمع، واخوك من المجتمع، انت بتشتم المجتمع ليه؟ بجد والله. ليه عمال تقول مجتمع متخلف، مجتمع رجعي، مجتمع مش فاهمني، مجتمع؟ ليه يا اسطى بتعمل حاجه زي كده؟ انا في حاجه انا اتعلمتها، ان انت لو انت محتاج تقعد تشتم في المجتمع، تقول المجتمع ده بيهين، المجتمع ده مش فاهمني وبتاع، بجد يا اسطى انت مش عامل اي حاجه في حياتك بجد. يعني مثلا هديك مثال بسيط. انت مثلا عايز تشتغل فريلانسر، او انت عايز تشتغل اونلاين، او انت مثلا بتعمل فلوس كويسه وبتاع، وانت عايز تقعد تثبت لاهلك ان ده الصح، ده الصح، ده الصح، ده الصح، ده الصح، وتقعد بعد كده تقول على اهلك ان هم ناس متخلفه، وان ناس ما بيفهموش، وان ده المستقبل، وده. فكره انك تحاول تثبت معناها انك انت بجد ما عندكش حاجه. بجد يا اسطى معناها انك انت فعلا ما عندكش حاجه، ما عندكش حاجه تثبت بيها. انت هتثبت بايه؟ انت فعلا ما عندكش حاجه يا اسطى. فهمت التوبيك اللي أنا بتكلم فيه؟ يعني انت مثلا مش مأكل نفسك، انت هتلاقيك مثلا قاعد بتاكل بتشرب من مال ابوك، وقاعد في منطقة ابوك اللي هو البيت بتاعه، فانت قاعد في مملكته، وتقول للناس دي ما بتفهمش او اي مكان. طبيعي محدش فيهم هيفهمك حتى لو انت الصح، لان انت ما عملتش حاجة تثبت بيها. انت ليه بتحاول تثبت؟ ليه بتحاول تثبت؟ انت المفروض انك انت ما تحاولش، المفروض ان انت ما تحاولش، الناس هي اللي تستكشف ان انت بقيت الصح، عشان بعد كده هيجوا قدام ويجي يقول لك طب ما تشغل اخوك معاك، طب ما تشغل لنا والنبي يا اخي فلان شوف له شغلانه، وانا ازاي اقدر اعمل كذا كذا كذا. لما يكون مثلا حد بيحاول ينجح في منطقه معينه او بتاع او ايا مكان في حياته، ما بيحاولش يثبت حاجه لحد، ما بيحاولش يثبت حاجه لحد، هو بيقعد شغال 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 شغال. لما بيبقى حاجه اوكي، ما بيطلعش بقى زي محمد رمضان والناس دول، ويقعد يقول لك انا في الساحه واقف لوحدي ومش عارف ايه وبتاع، ويقعد بقى يغني اغاني لها علاقه بان انا شفت طلعت انا الصح يا ولد اللي مش عارف، يا ولد المتناكه، يا ولد مش عارف ايه وبتاع. احنا ما بنعملش كده اصلا. انت لما بتوصل عند ليفل معين، آه، الليفل ده بيبقى عندك سلام نفسي رهيب، انك انت خلاص انا مش لازم، مش م... انا خلاص انا وصلت،
اوكي، مش هقعد اقول للناس بقى تعالوا يلعن ابوك ومش عارف ايه وبتاع. انت بتحاول تشيل الناس دي من الطبقه اللي هم فيها دي وتطلعهم معاك. يعني مثلا اهلك وبتاع، جه مثلا باباك عمل معاك حركه، انت مثلا حبيت تاخد منه فلوس وبتاع، في مشروع او في اي مكان، والدك بجد ما رضيش. لما تيجي انت قدام تقعد تقول له شفت انا عملت فلوس ازاي ومش عارف ايه وبتاع، اخو بعد ايه؟ هو هيجي مثلا يجي يقول لك خلاص خد الفلوس دي ومش عارف ايه وبتاع، تقول له بعد ايه؟ هي فكره، مش فكره ان هو، احنا اصلا مش بننتقم، احنا مش بننتقم. انت بعد كده لما تلاقي نفسك انك انت فعلا ربنا كرمك وبتاع، هم تلقائيا هيقولوا لك انك انت فعلا كنت صح، مش انت بتحاول تثبت ان انت صح. افعالك هي اللي بتثبت ان انت صح. انت ما بتحاولش تبين ان انت جسمك ضخم. انت، هديكم مثال بسيط، بص هوريكم مثلا دراعي بجد يا جدعان من غير بامب، تمام؟ بجد ده دراعي، تمام؟ ده دراعي، انا دراعي يعتبر طويل، مش دراعي مش انا مش قصير، انا طويل، تمام؟ فده دراعي، تمام؟ فانا لما بنزل صور ليا وبتاع في الجيم او في اي مكان، ما بتصورش في كادر معين. مثلا في ناس بتقعد تصور بالموبايل ظهرها مثلا، فتقعد تصور الفيديو من ظهرها كده، ان هو عشان يبان ظهره بقى عريض ووسطه صغير، يقعد يعمل مش عارف ايه. انا يا جدعان اقسم بربي ما بعرفش افليكس على فكره، ما بعرفش، يعني ما بعرفش حركه اللاتس، ما بعرفش، انا ما بعرفش اعمل حاجه زي كده. ليه هعمل حاجه زي كده؟ انا عايز ابقى ضخم عشان خاطر الناس تيجي تشوفني في الشارع تحس فعلا ان انا ضخم. الشخص اللي قابلني العادي، العادي اللي هو مش قابلني على الانستجرام، صاحبتي مثلا، لو انت صاحبتك قاعده معاك او في اي مكان، ومثلا او خطيبتك او مراتك في اي مكان ومسكت دراعك مثلا او بتاع، فاشوف بس دراعي هيبقى كبير ولا لا. والله، والله شغل يا عم اهو، لا فعلا شغل، فاهم؟ انت قاعده مثلا معاك وبتاع، فماسكه مثلا في دراعك في اي مكان، تقول له اح، انت دراعك جامد، جامد فشخ، ايه ده؟ فهمت انا بتكلم فيه؟ حاضر، هو ماسكه فكره دراعك بالصدفه عادي، ممكن تكون ماشي في مشوار في اي مكان، فانت حاطط مثلا على بطنك كده مثلا ماسكه دراعك وبتاع، لا في حجم، حرفيا في حجم، حاسس ان في حجم جامد فشخ. بس فهمت انا بتكلم في ايه؟ ما بتحاولش بقى انك انت تقعد كل شويه تقعد تصور لها قد ايه دراعي كبير، دي دراعي مش عارف ايه وبتاع، ما بتحاولش انت تثبت حاجه زي كده، تقعد بقى تجيب بقى كادر معين وبتاع، لان حاجه زي كده هتعمل لك فقاعه كبيره فشخ في حياتك، هتعمل لك فقاعه انت هتحاول تيجي وراها. فمثلا تخيل في يوم حد قابلك في الشارع وقال لك يا اسطى انت في السوشيال ميديا اضخم من الحقيقه، بجد يا اسطى هيبقى ايه منظرك؟ بجد فكر فيها كده، ايه هيبقى منظرك لو انت صاحبتك قابلتك وقالت لك، وعلى فكره بتقول لك عادي، ما تقصدش حاجه بجد يعني، فاهم؟ وقالت لك انك انت فعلا جسمك في الحقيقه اقل او اصغر من الصور. بجد تخيل كده. اقول لك على حاجه، انا نادر قوي لما بنزل صوره اللي هي بتبقى بيرفكت بقى باضاءه وبتاع، بس يا جدعان انا بجد بختار صور معينه. يعني مثلا بصور كذا صوره في الجيم، حلو الكلام، انا ساعات بتعمد ان انا انزل اصغر صوره انا حجما فيها، اصغر حجم ليا. ليه؟ عشان خاطر الناس بقى ما تتوقعش بقى ان انا ضخم جدا ومش عارف ايه، ويجي يلاقوني في الحقيقه اصغر، لا، ده حجمي في الحقيقه، اما تلاقيني زيه ما تلاقيني اكبر من حجمي كمان، لدرجه ان انت ممكن تلاقيني ان انا اكبر من حجمي وانا اصلا بجد مش واخد بالي ان انا اكبر من حجمي. انا مش واخد بالي. يعني انت بتقول ان حجمي كبير، انا شايف نفسي ان انا حجمي صغير، وانت بتقول لي لا انت حجمك كبير او دراعك كبير او بتاع. ف انا كنت بتكلم في هو كان ايه موضوع الفيديو؟ قسم برب نسيت. فحاجات لها علاقه بفلسفه الفلوس نفسها يعني. ففلسفه الفلوس يا اسطى، انت لو انت عايز تقعد تعمل فلوس في حياتك عشان خاطر تلاقي نفسك انك انت فعلا مصاحب واحده، ايا ما كان بقى المسمى بتاعك مش حلال او حرام، انت ممكن يكون المسمى بتاعك دنيوي بحت، براحتك اعمل اللي انت عايزه. بس انت غرضك مثلا انك انت عايز مثلا مش عايز اتكلم في التوبيك ده كتير يا جدعان، عشان خاطر انا ما بحبش الكلام يا جدعان بريحه على اليوتيوب ده بجد. انا ما بحبش الكلام بريحه على اليوتيوب، لان انا بحس ان انا مقيد فشخ. بحس ان انا ممكن حد لو الفيديو ده مثلا فايرال ولا جاب مشاهدات كتير او بتاع، انا يا جدعان من فتره اخيره بقيت اجيب مشاهدات عاليه، يعني بالنسبه لي 800 مشاهده وبتاع الحاجات دي بالنسبه لي رقم كبير. امي بترن عليا، بالنسبه لي ده رقم كبير، اوكي؟ ليه؟ لان انا هتجي لي مثلا الناس مش فاهمه ايه اللي انا بتكلم فيه ده وايه اللي انت بتقوله ده يا اسطى، يجي حد ابن 60 امه واحده، يجي حد وسخ يتكلم في الفيديو يقول لك والله يعني انت، هو انت بتشتم ليه يا اسطى؟ بجد
انت بتشتم ليه؟ سايب الصم الفيديو كله اللي انا بتكلم فيه في توبيك مهم فشخ، اقسم بربي يغير يعني حاجه بتبقى انت اتعلمتها بالطرق الصعبه. اوكي، انا يا جدعان ما بطلعش انقل اي كلام على فكره، انا ما بطلعش انقل اي كلام. انا الكلام اللي بنقله في حاجات كتير فشخ على فكره عندي فلسفه فيها، بس انا ما بتكلمش فيها لان انا ما خضتهاش، انا سمعت من فلان او سمعت من علان وبتاع. لازم اكون حاجه زي كده انا خضتها، خدت التجارب بتاعتها وشفت ده وشفت ده وشفت ده وطلع اديها لكم. فالناس بقى تقعد تقول لك، تقعد بقى تنظر او مش عارف ايه، او مش واخدين الموضوع بجد او اي مكان. ف فماشي يعني اوكي. ف فهتسافر ليه علاقه بالفلوس يا اسطى بجد؟ لو انت الرول موديل بتاعك انك انت تبقى انت شخص معاك فلوس كتير فشخ مش عارف ايه وبتاع، وان انت الناس بجد شايفاك فلوس، يا اسطى انت بجد ما عندكش احترام لنفسك. بجد يا اسطى انت ما عندكش اي احترام لنفسك. وان انت الجايزه بتاعتك الاخيره هي جاست واحده، انت بجد ما عندكش اي احترام لنفسك. طيب انا نزلت بوست عندي على الكوميونتي قلت فيه انك انت لو انت مثلا بتتمرن، انا ما قلتش انك انت بتتمرن عشان خاطر تجيب البنات وبتاع، انا قلت حاجه تانية بس عايز اجيب لكم بس المسمى بتاعها بالظبط. بس لا غالبا مش هلاقيها، بس يعني الغرض بتاعه انك انت واحده من الحاجات اللي انا اتكلمت فيها في انك انت بتكون مثلا بتتمرن وبتاع، انك انت مثلا بتتمرن عشان خاطر الناس اللي حواليك وبتاع يبقوا في حمايه اكتر وبتاع. فقلت في عنصر المفاجاه ان انت لما تكون انت مع صاحبتك او في اي مكان او خطيبتك وبتاع وتيجي تشوف دراعك تحس ان انت دراعك قوي مثلا، فاهم؟ اللي لك حد بيقول لهم احنا يعني بنتمرن عشان خاطر البنات. انا بجد مش فاهم. انا شخصيا يا جدعان بتمرن عشان خاطر البنات على فكره، بس مش عشان، مش ده الغرض الاساسي. بس انا مثلا واحده من الاسباب ان انا مثلا والدي لما يشوفني يقول انا مخلف فحل. اقسم بالله بتكلم بجد، والله ما بهزرش، انا مخلف فحل. لما تيجي مثلا صاحبتي ماشيه معايا وبتاع ما يبقاش انا معلش يعني حد كنت رفيع مثلا او لو انت قصير حتى خليك عريض، فاهم؟ في الجيم وبتاع بمشي مع صاحبتي، ممكن اي ابن مره وسخه في الشارع يرازي فينا او يرمي كلمتين. يا جدعان الشارع وحش يا جدعان، الشارع وحش. انت لو انت يا اسطى بجد يا اسطى ضعيف وبتاع، انت بجد الناس ممكن تمسكك تفشخك لو انت ماشي مع صاحبتك، فتقعد ماشي مقلق. وعلى فكره انا شخصيا كنت بعمل نفس، انا كان عندي نفس القصه دي وانا صغير وانا مولود يعني بنفس العقليه دي وبنفس اي مكان. لا انا في فتره كنت فعلا بقلق وانا ماشي مع بنت، بقلق لان انا حاسس ان انت طب احنا افرض الناس عكسونا، افرض الناس مش عارف ايه وبتاع. فانا كنت في نفس الليفل ده. فلما اجي اتمرن عشان خاطر حاجه زي كده ما تحصلش، او مثلا يتعمل لك الف حساب لو انت بتعمل حاجه زي كده، ده لازم يكون واحد من الاساسيات اللي انت بتتمرن عشانها. عشان انت اول حاجه انت كده كده بتحترم نفسك، انت بتحترم نفسك. ولما تحترم نفسك مش هتقبل بالقليل. يعني انا مثلا جسمي كويس وطلع ديك طلع ديك امي عشان خاطر اجيب مكنه موتوسيكل، او اجيب يا سيدي آم، مروحه، حلو الكلام، او اي مكان بقى الحاجه اللي انت ناوي تجيبها في حياتك يعني تمام. فانت جبت حاجه طلع ميتين امك عشان تعرف تجيب حاجه زي كده. يا اسطى انت بجد قيمه نفسك قصاد نفسك بتزيد. عارف يا اسطى انت لو جبت مثلا تكييف وبتاع، انا هنا ما عنديش تكييف عشان ما كنتش برضه كذاب وبتاع، لان انا مأجر اوكي، ده مش البيت بتاعنا اصلي، وبعدين هنا الجو اصلا بصراحه كويس، فانا ما عنديش مشكله في ان انا اشغل مروحه بس، وبشغل حتى على واحد يعني ان انا جسمي ببرد بسرعه. ف ان انا كل مره انت هتشغل فيها التكييف، او كل مره انت هتطلع بيها بالمكنه، او كل مره تطلع بيها بالعربيه، او كل مره تشوف حاجه معينه انت جبتها وبتاع، تليفون جديد مثلا او اللابتوب الجديد اللي انا جبته، اي مكان بقى الحاجه اللي انت طالع تجيبها دي، يا اسطى بجد يا اسطى انت نظرتك لنفسك بتزيد فشخ. انا بكلمك في اساسيات. لما تكون مثلا صلحت حاجه، ولا مثلا جسمك بقى كويس وبتاع، انت نظرتك قصاد نفسك بتزيد فشخ. تلقائيا مش هتقبل باي واحده جاست ان هي واحده، لا هتبدا تنقي يا اسطى، تبدا تنظف. مش مجرد ان هي واحده راكبه معايا عشان خاطر بس هي حلوه، ممكن تبقى حلوه يا اسطى وشخصيتها بتوسخ. بجد ممكن تبقى حلوه و... 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 ممكن تبقى حلوه وعندها عقد نفسيه. ممكن تبقى حلوه و... وخاينه. ممكن تبقى حلوه حاجات كتير فشخ يعني، فاهم حاجه؟ بس انت قابلتها عشان خاطر هي حلوه، عشان ما عندكش
احترام لنفسك، احترام لذاتك. فلما تيجي مثلا تتمرن مثلا عشان خاطر حتة الكرامة، عشان خاطر كرامتك، كرامتك دي واحدة منهم ممكن تبقى البنت اللي معاك. شفت انا بتكلم، شفتوا بقى يا جدعان الفلسفه اللي انا بتكلم هو الحوار ده يا جدعان؟ اقسم بربي عارف الفلسفه دي تقيله فشخ، وعارف ان مفيش حد هيفهمني والله. انا طالع اقسم بربي، اقسم بربي طالع في الفيديو ده بكلم نفسي، والله انا بكلم كاميرا اصلا، فاهم؟ فانا الفلسفه دي انا بجمع معاك افكار. الافكار دي انا عادي جدا انا بتبقى مرجع ليا في حياتي. اوكي؟ انت مثلا بتتمرن وبتمرمط كالسم نفسك عشان كرامتك، عشان انت لو انت ما اتمرمطتش في حياتك انت هتتناك يا اسطى. انت بجد الحياه هتنيكك يا اسطى بجد. انا هحاول اخف الفاظ، بس انت بجد دي حقيقه، انت الحياه هتفشخك لو انت ما قمتش دلوقتي ورحت صحيت من النوم اشتغلت وقعدت تقضي طول اليوم على التيك توك او على الانستجرام او اي مكان. انت الحياه هتيجي في يوم وتهينك. لو انت ما معكش فلوس الحياه هتهينك. مش انا معايا فلوس عشان خاطر يبقى معايا بقى بنات كتير ومش عارف ايه وبتاع، لا يا اسطى، عشان خاطر هتتهان يا اسطى، هتتهان. بدل ما بتركب مثلا تاكسي او تركب اوبر او تركب اي مكان، انت يا اسطى بجد هتتهان في المواصلات. مثلا عايز تركب مثلا خطيبتك او اي مكان مش عارف ايه، فانت عايز تركب خطيبتك مثلا عربيه كويسه، او انت مش حابب مثلا انك انتوا تسكنوا في منطقه كويسه وبتاع، فانت بتصحى من النوم بجد يا اسطى بتشتغل وتتعب على نفسك عشان خاطر الحته دي، عشان خاطر يوما ما هيكون معاك واحده، يوما ما هتكون انت يا سيدي نفسك انت قبل ما تحترم الناس اللي حواليك، او قبل ما يكون مثلا انت محترم مثلا البنت اللي معاك او بتاع. طبيعي انك انت لازم تكون محترم نفسك عشان خاطر تلقائيا تبدا تحترم الناس. فهمت انا بتكلم في ايه؟ فانت مثلا انا بتمرن عشان خاطر يبقى جسمي قوي، عشان ما فيش حد يعرف يتعرض لي. ده رقم واحد. الناس هتبقى شايفين حاجه قويه، ابقى انا حاجه لما يكون جسمك مثلا كويس وبتاع الناس بتحترمك اكتر. فهمت انا بتكلم في ايه؟ بس قبل ده كله انا شايف نفسي في المرايه احا تحفه فنيه. فهمت انا بتكلم في ايه؟ تعالوا اوريكم حته، تعالوا افصل لكم الفيديو ده واوريكم حته ايه. اوريكم بس الليفل، ما اعرفش احنا ممكن اصلا الكاميرا تجيبه ولا لا، بس انا هوريكم الليفل اللي الواحد ايه، اللي الواحد وصله يعني. اوكي؟ بس ما توقعش ان الكاميرا على فكره ممكن ما تجيبش قوي، بس يا جدعان اهو. فهمت انا بتكلم في ايه؟ اهو يا عم، تحت الاضاءه ومش خاطر ابان اضخم وبتاع. ف في شغل اهو، لا فعلا في شغل اهو. فهمت انا بتكلم في ايه يا جدعان؟ يا جدعان اقسم برب الفلسفه دي وحياه ام حد فيكم وعلى فكره طالع على فكره عادي اهو. على فكره جسمي يعتبر او كده من غير بامب. دي الحقيقه على فكره، انا جسمي كده من غير بامب. وعلى فكره انت لو رحت عندي في الصور هتلاقي نفس القصه يعني، فاهم؟ فانا بتمرن عشان خاطر ابص قدام نفسي واقول يخرب بيت الجمال يا جدعان. انا مصور نفسي يا جدعان صور اقسم بالله ما نزل بابليك، والله ما نزل بابليك. ليه؟ عشان خاطر اشوفها ما بيني وما بين نفسي، اقول اول جمال يخرب بيت الليفل اللي انت وصلت فيه وبتاع، وابقى لسه جعان على فكره لليفلات تانية عايز اوصل لها في حياتي. فهمت انا بتكلم في ايه؟ لما مثلا اكون مثلا جايب لابتوب وبتاع واقعد اشغل انا اللابتوب، انت يا اسطى بتجيلك نشوه قويه فشخ في حياتك. فانت كده احترمت نفسك، احترمت نفسك. بعد كده احترام، بعد كده انك انت عايز تساعد الناس اللي حواليك. يعني مثلا وصلت مثلا لجسم معين، فانا بقى ايه، الناس اللي حواليا مثلا بتكون صاحبتي مثلا ماشيه معاها وبتاع، فتحس فعلا ان هي في امان غير لما تكون ماشيه مع حد رفيع. فهمت انا بتكلم في ايه؟ والدتك وهي ماشيه معاك تحس ان هي ماشيه ماشيه في امان، مش ماشيه مع عيل طيز. فهمت انا بتكلم في ايه؟ مش ماشيه مع عيل مثلا دراعه صغير، مش ماشيه مع حد مش عارف ايه اي مكان. فانت تلقائيا بتبص نظرتك للحياه بالطريقه دي. ليه يا اسطى انت ممكن تتهان؟ انا بجد يا اسطى ممكن حد يرمي كلمتين صاحبتك ولاد متناكه مالهمش اي ستين لازمه يا اسطى، ويعكسها وتعمل نفسك انت بقى فيها سبع رجاله وبتاع، وتاخد علقه بنت وسخه اقسم بالله، وقدامها تبقى انت خسرت البيت واتعورت وخسرت نفسك. ليه؟ بسبب ان انت يا اسطى ما نزلتش تتمرن، بسبب انك انت فعلا ما نزلتش تتمرن. فهمت التوبيك اللي انا بتكلم؟ انتوا فهمتوا يا جدعان؟ يا رب يعني انا نفسي يكون حد فاهم الفيديو ده، بجد نفسي. هو لو واحد بس فاهم الفيديو ده عايز احلق، عايز احلق بجد. لو واحد بس يا جدعان فاهم الفيديو ده هيبقى موضوع قوي جدا في حياته. فانت دلوقتي فوتت مثلا تمرينه معينه او بتاع، انت اصلا صاحبتك اتعكست وهي معاك بسبب انك انت
بتتمرن. طب عايز اقول حاجه، هديك مش هخش في حاجه اكستريم، انا بس لو لقيتوني بسكت اعرفوا ان انا بفكر في مثال ما يكونش خادش للحياه وينفع يتقال بابليك. يا اسطى انت بجد يا اسطى، لو انت مثلا في يوم من الايام، انا اكيد مش بحرض على حاجه زي كده، بس انا واكيد حاجه زي كده يا جدعان حرام يعني، مش ده كنت بتكلم فيه، بس انا هديك مثال. انت مع خطيبتك، حلو الكلام، خطيبتك، لو خطيبتك مثلا جت تمسك ايدك في الشارع او في اي مكان، يا اسطى بجد يا اسطى، لو انت رفيع اقسم بالله الناس هتمسكك تفشخك، والله العظيم هيرموا عليك كلام رايح جاي، العالم مش هيرحموك يا اسطى، بجد يا اسطى مش هيرحموك. اقول لك على حاجه، لو انت جسمك فاجر، اقسم بجلاله الله ما حد هيتجرأ ان هو يرمي كلمه. شفت انت كسبت كرامتك ازاي؟ بسبب انك انت جاست جسمك فاجر. تكون انت مثلا راكب في المواصلات وبتاع مثلا، فمش عارف اشرح لك ازاي. ممكن بجد يا اسطى حد، يعني انا عايز اقول لفظ كويس، انا مش عارف اتكلم براحتي يا جدعان، يخرب بيت القرف. ممكن بجد يا اسطى حد ي... يعمل معاه يتحرش بيها مثلا، فاهم حاجه؟ يتحرش بخطيبتك او يتحرش باي مكان، بسبب مثلا ان هي راكبه مثلا مواصلات وبتاع مثلا، انا بديك مثال بسيط فاهم. انت شخصيا تقعد بقى تتبهدل في المواصلات بسبب انك انت فعلا معكش فلوس ان انت مثلا تركب عربيه او تركب اوبر او اي مكان، فاهم حاجه؟ فانت كده اشتريت كرامتك عشان انت بتحب نفسك. ما بنجيبش فلوس خاطر ما انت حواليك بنات او يبقى حواليك عربيات كتير او اي مكان، لا يا اسطى، انت بيبقى معاك فلوس عشان خاطر كرامتك. كرامتك بعد كده، بعد كرامتك كرامه اللي حواليك، كرامه اللي حواليك. فانت مثلا ممكن توصل ليفل معين ربنا يكرمك ان شاء الله، مثلا وانت اهلك بيركبوا مواصلات عاديه او بتاع، ممكن مثلا تركبهم مثلا عربيه او اي مكان، بس ده بقى ليفل تقيل فشخ يعني. بس انا بكلمك دلوقتي في انك انت يا دوبك عارف تكفي نفسك، عشان ده الطبيعي على فكره يعني. مش طبيعي انك انت يكون عندك مثلا 22 سنه و... ومعايش عيلتك احسن يعني، بتصرف عليهم ومعايشهم احسن عيشه يعني، ده اكيد سبب، او دي حاجه مش منطقيه اكيد يعني فاهم. بس فهمت التوبيك اللي انا بتكلم فيه. جسمك حلو عشان خاطر كرامتك تبقى كويسه، معاك فلوس عشان خاطر كرامتك، ماشي عشان خاطر البنات. طيب لو انت في واحده صاحبتك عشان خاطر فلوسك، يبقى هي ما عندهاش اصول، مش هقول لفظ تاني، يبقى هي ما عندهاش اصول. لان انا في بنات بتقعد تحكي لي، والله العظيم اقسم بالله كمان مره الموضوع ده حكي لي بالظبط. يا جدعان الجولد ديجرز، جولد ديجرز موجودين اغلبهم بسبب ان في مزودين خدمات معاهم فلوس بس، ما عندهمش اي شخصيه وبتاع، ونظرته للفلوس بس، هي قاعده معايا عشان خاطر انا شايفين حاجه، وعمال تقول على فكره كلمتين حلوين وبتاع، وانا بحبك والله ومش عارف ايه وبتاع، وانا مصاحبك عشان خاطر الفلوس، انا اعمل في نفس يعني اصاحبك مصلحه انا وانا وحديد التانى ومش عارف ايه، وهي اصلا نازله معايا بجد عشان خاطر يفسحها عشان خاطر ياكلها. انا صاحبتي بتحكي لي بتقول لي آه ان في رجاله، اقسم بالله في بنات معينه بتصاحب رجاله، بتصاحب مثلا اربع رجاله او ثلاث رجاله في بعض، اوكي، بسبب ان هم شويه عيال آه، خواجات. بجد يا اسطى مش عارف يبص في عين، لو اتجوز مش عارف يبص في عين مراته كده، ويعرف بجد يا اسطى ان هو مراته فعلا بتخونه من مجرد بصه، مش هيعرف يبص لها في عينها كده يحس ان هي فعلا بتخونه. فمثلا يتصاحب عليه مثلا ولدين تانيين وبتاع، وده عمال يصرف في حاجه وده بيصرف في حاجه وده بيصرف. واحد مثلا ممكن يجيب لها هدوم جديده، ممكن واحد تاني يجيب لها اكل، كل ما تكون جعانه مثلا تكلمه فيطلب لها اكل في مش عارف ايه وبتاع. انت كده اصلا مش راجل. ده بقى منظوره اندرو تيت بقى عن الفلوس والبنات، ان هي مثلا بتكلمك عشان خاطر انت غني وبتاع، هي مش بتكلمك عشان خاطر انت راجل، هي بتكلمك عشان خاطر انت مزود خدمات، انت مزود خدمات. البنت مثلا لما فيديو زي ده مثلا انا وريته لكم، معرفش لو وريتوكوا ولا لا، بس يعني ما تيجي مثلا تديها بالجزمه وهي ترجع لك وبتاع، لسه بجد لسه بكلمك شاطر انت بتزود خدمات بس مش اكتر، مش خاطر هي بتديها بالجزمه وهي بترجع لك ومش عارف ايه بتاع. لا يس، شاطر انت بس بتجيب لها، معاك فلوس ويجيب لها حاجه كويسه. فهمت انا بتكلم في ايه؟ والبنت اللي هتقبل بحد معاه فلوس بس، يبقى هم اهلها قلالات الاصل. فانت معاك فلوس خاطر كرامه الناس اللي حواليك، كرامتك، كرامه الناس اللي حواليك بس. معاك جسم قوي لكرامتك وكرامه الناس اللي حواليك.
معاك بتعرف تصلح حاجه معينه عشان خاطر كرامتك وكرامه الناس، عشان خاطر انت ما بينك وبين نفسك تقول انا فاهم في كل حاجه، بعرف اصلح عربيه. على فكره اللي انا بكلمكم في ليفل ده ليفل عالي فشخ، انك انت تقعد تحل مشاكل وبتاع بتاعت ان انت خلاص بقى انت وصلت بقى احتياجك من الاكل كويس والشرب ومش عارف ايه، وبعد كده صحتك بقت كويسه، وبعد كده مش عارف ايه، وبعد كده بقى تبدا بقى توصل ليفل انك انت تقعد تحل مشاكل. ده ليفل تقيل، ده ليفل تقيل. فهمت انا بتكلم في ايه؟ تقيل فشخ، يعني انت بتتكلم في التوب، انت كده في اعلى الهرم نفسه. فاهم؟ اتمنى يكون حد فهم الفيديو ده، بجد يا جدعان اتمنى. آه عايز اقول بس حاجه صغيره. بس بالله عليكم يا جدعان، لو انت بجد اصلا ما تعرفش يعني إيه شغل اونلاين، بالله عليك ما تكملش الفيديو خلاص، انا بجد خلصت العد تمام. بس انا هتكلم في حاجه هتفيد الناس اللي شغاله اونلاين، اللي اوريدي شغاله اونلاين، معاهم سيرفيس او معاهم ايجنسي او بيقدموا او بيقدموا كورسز او اي مكان. يا جدعان في اضافه قويه جدا اتحطت في الديلرز. ايه الديلرز دي؟ ممكن تبص في الديسكربشن هتفهم الموقع يعني تمام. بس في اضافه جامده جدا اتحطت في الكوميونتي بتاعت الديلرز كحاجه بونص، ان احنا بقينا مقسمين. بقى الديلرز بقت عباره عن تيمز، كل تيم معين بيبقى مثلا معاه 5، وخمسه دول خلاص انت التيم ده بتفضل معاه طول العمر. اوكي، 5 دول بيبقوا مع بعض طول ما هم موجودين في الديلرز، بيساعدوا بعض قلبهم على البيزنس بتوع بعض. وانا مقسمها على فكره بالعدل، فيهم ناس واقعه شويه وفيهم ناس توب، فاهم؟ فانا قسمتها على مدار جروبات، وكل فتره ان شاء الله اخر حجز بجد يا جدعان، اخر ميعاد للدفع سوري هيبقى يوم 23 تمام. مواعيد الدفع كلها يوم 20، فانت بس انت عشان خاطر تدفع يوم 20 ليوم 23 لازم تكون انت حاجز في الفورم اللي في الديسكربشن تمام. ولازم تكون انت مديلي كلمه انك انت خلاص انت هتشترك، لان انت لو ما اشتركتش بعدها هتعمل جنب اسمك علامه اكس. علامه اكس دي حتى لو انت اشتركت بعدين خلاص، انا انت اكس دي انت اكس في حياتي اقسم بالله، لان انت اديت لي كلمه وما نفذتهاش. فهمت انا بتكلم في ايه؟ ف ف اتقسمت مجرد بقى في تيمات، مثلا التيم ده هيبقى مكلف ان هم مثلا يلخصوا لنا كتاب، يتكلموا عن مجال معين، يلخصوا لنا مش عارف ايه اي مكان بقى، وكلنا هنخش ونسمع الناس دي وهي بتتكلم عن الكتاب ده، او الناس دي وهي بتتكلم عن الحاجه المعينه دي. فهيبقى الموضوع جامد جدا، هيبقى انت متقسم معاك تيم ده معاك على طول. آه، هيبقى مطلوب منكم مثلا كتاب معين، فانت تقريبا هتخلص مثلا كتابين مثلا في نفس الشهر عن البيزنسز. وهيبقى في جروبات معينه، الجروبات دي ناس فيها انا واثق فيها، في جروب الميديا باينج، في جروب الفريلانسرز، في جروب الناس اللي معاها ايجنسيز وبتاع. هيبقى فيهم ادمنز دول تقال في المجال بتاعهم، ادمنز دول تقال يعني بيردوا على الاسئله، وادمنز دول اقوياء، انا ناس بالحب انا واثق فيهم ان هم فعلا هيدوك معلومه كويسه. فانت لو عندك مثلا مشكله في اي مكان بقى، في المجال بتاعك ميديا باينج في اي مكان، تخش تسال في الجروب ده. فدي اضافه قويه جدا جدا جدا، حتى التجديد بتاعها يعتبر بجد يا اسطى سعر رمزي. فهمت انا بتكلم في ايه؟